التربيه الايجابيه ما بتاكلش عيش. دي كانت مقوله قالها لي احد اولياء الامور وانا في الشغل. طيب تعالى نفهم ايه هي اهم حاجه في التربيه الايجابيه او ايه لازمتها في حياتنا. كان في عالم زمان كده اسمه إريك إريكسون. العالم ده عمل لنا نظريه قسم فيها النمو الاجتماعي للاطفال للثمان مراحل من حياته، وقال لنا ان كل مرحله بتتاثر او حصل فيها مشكله بتاثر على كل المراحل الباقيه. يعني بمعنى اصح، لو انا من صغر الطفل او من صغر ابني انا بضربه او باذيه او حتى بسمعه كلام يوجعه، فبالتالي هو كل اللي احنا بنقوله ده هو بيخزنه، وبيبقى هو بالنسبه له اعتقاد شخصي. ان انا لو قلت له انت غبي هيكبر وهيحس اللحظه كده ان كل المشاكل اللي بتواجهه في الدراسه بسبب ان هو غبي. لو انا مثلا قلت له انت شكلك مش حلو، ايه القرف اللي انت فيه ده، هتلاقيه في مره بدأ يبص لنفسه في المرايه ويقول هو انا ليه شكلي وحش كده. هيبتدي يتعرض لمشاكل هتأذيه جامد قدام. واخر حاجه واهم حاجه، لما تلاقي ابنك بيتضرب من زميله في المدرسه مش عارف يدافع عن نفسه، مش عارف ان هو حتى يحمي حاجته الشخصيه، ما تجيش تسأل هو ليه شخصيته ضعيفه. علشان كده التربيه الايجابيه مهمه في حياتنا، مهمه لاطفالنا. ومش معنى ان انا بقول تربيه ايجابيه ان احنا ندلعهم، بس اي حاجه المتوسط بتبقى جميله جدا. خير الامور الوسط. كان معكم هشام عماد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بالشفا.